كونيتشوا ميناسان، اهلا بيكم في فيديو جديد. معاكم ميكو تشان. ايه رأيكم في الباك جراوند اللي ورا كده؟ وايه رأيكم في شخصية ميكو تشان الحمراء الجديدة دي؟ يعني حاسين نوعا ما ان في تغيير، صح مش كده؟ يعني نوعا ما في حاجة جديدة في الموضوع. ايه بقى اللي احنا عملناه ده؟ او ازاي الكاركتر تكون موجودة مع خلفية متحركة زي دي، وفي نفس الوقت عايزين نشرح ايه العملية اللي المفروض ان احنا نعملها عشان خاطر نطلع بفيديو في النهاية. ده في مليون حاجة شغالة في نفس الوقت عشان نطلع بفيديو بهذا الشكل. طبعا كل حاجة هنتكلم عليها بشكل مستقل بعد كده، ولكن حبيت ان احنا نطلع مرة بشكل النهائي للفيديوهات اللي احنا بنحاول نوصلها من كل الفيديوهات دي. اول حاجة شخصية ميكو تشان اللي قدامكم اللي لونها احمر دي، احنا عملناها في فيديو قبل كده سابق لو تتذكروا، على برنامج اللي هو فيرويد ستوديو، اللي هو اللي لونه اصفر ده، فيرويد ستوديو. طيب ده خاص بالشخصيات ال 3 دي اللي بنعملها على البي سي، وعرفنا ازاي ان احنا نعمل كاركتر زيها برضو على الموبايل. ويفضل ان يكون جهازك يعني قوي شوية نوعا ما عشان يعني يقدر يستحمل اكتر من كده. طيب ده اول برنامج اللي عملنا بالكاركتر. طيب احنا عايزين نحرك الكاركتر تبقى بتتحرك زي ما احنا بنتحرك كده يمين وشمال وشغالة معانا. ازاي نعمل ده؟ برنامج اسمه في ماجيك ميرور، وده برضو كنا سجلنا عليه فيديو قبل كده. البرنامج سيمبل خالص ومفيش فيه اي مشكلة نهائيا، يعني انت كل اللي عليك بس انك تفتحه وترفع عليه الكاركتر بتاعتك ال 3 دي، واهلا بيك الكاركتر بتتحرك. طيب هيتبقى عندنا مشكلة ان انا عندي البي سي مش عندي كاميرا ويب، فازاي ان الفي ماجيك ميرور ده يشوفني عشان يحرك الكاركتر زي ما انا بشتغل؟ فاتكلمنا بعديها على برنامج اللي هو اي في كام، اللي انا بس مجرد اني بحمله على البي سي واحمله على الموبايل، وبيقوموا هما الاتنين لاقطين مع بعض اوتوماتيك من غير ما يحتاج تسجيل دخول ولا اي حاجة، بس موجود هنا وموجود هنا، هما بيحملوا مع بعض اوتوماتيك على طول. وكذلك سجلنا لي فيديو. يبقى انا كده عامل الشخصية تحريكها الفيديو اللي هو الكاميرا ذات نفسها مفيش فيها مشكلة، ده كله اتكلمنا عليه قبل كده. كنا اتكلمنا من برنامج في ماجيك ميرور ان انا ممكن اخلي الشخصيه تبقى على خلفيه شفافه زي ما انا عاملاها حاليا بحركه معينه كده، او زرار بنضغط عليه في جوه الابلكيشن. ارجعوا للفيديو بتاع في ماجيك ميرور. بخلي الشخصيه تبقى على خلفيه شفافه، فبالتالي بقى ده بيتيح لي بقى ان انا احط الشخصيه على اي خلفيه تانية انا عايزها، مهما كانت الشخصيه دي بقى يعني ايه، انا مش فارق معايا. طيب انا بقى عايزه الشخصيه مش شخصيه صامته، انا عايز شخصيه متحركه. شايفين البوبي اللي في الجنب اللي عمال يطلع وينزل ده؟ شايفين الكمبيوتر اللي ورا اللي عمال يروح؟ دي مش خلفيه ثابته، دي خلفيه متحركه. فازاي اني اعمل خلفيه متحركه زي دي؟ ده اسمه بقى تطبيق او برنامج اسمه فيتيوب اديتور. يعني ايه فيتيوب اديتور؟ في البرنامج ده انا اقدر اني اتحكم في الكاركتر بتاعتي، ان انا احط لها اكسسوارز او بعمل روم عشان اسجل فيها. يعني هو مهمته ان انا احضر روم، الروم انا اللي بعملها، بجيب الباك جراوند، بحط الكتب. يعني لو تلاحظوا لو انا لمست هنا دي ممكن تتحرك، انا اللي بعمل الروم بالنسبه لي. كده اتحركت من الفيديو، انا ضغطت عليها عشان مش عايزه احرك. انا اللي بعمل كل حاجه، يعني بحط حاجه هنا وبحط هنا وبحط هنا، كل حاجه قابله للتغيير. ده برنامج اسمه ايه؟ فيتيوب اديتور، هنتكلم عليه بعد كده. ده عشان اعمل ايه؟ خلفيه متحركه ورايا بس بكل بساطه، مش تبقى خلفيه صامته. يعني اي حاجه حابب ان اضيفها اقدر ان انا اضيفها. جبت جيفت مثلا او جيف من على الفيسبوك مثلا، او اي حاجه من اللي بتحملوا عليه. انا بحب دايما احمل من الواتساب، بيبقى فيه جيف كده بيبقى من ضمن الحاجه، فبقوم محملها وكده، فبحب ان انا احطها في الجنب وما الى ذلك. فلا باس بحاجه زي دي انك تحطها. اي حاجه متحركه، الخلفيه مش صامته، الفيديو شغال معاك بحيث ان اللي بيستمع او اللي بيتفرج على الفيديو بتاعك في حاجه بتتحرك قدامه، فبالتالي هو معاك، مش على قد بس خلفيه صامته وكاركتر بس عمال تروح يمين وشمال ومش اكتر. طيب يبقى ده احنا كده وصلنا لكام برنامج؟ اتكلمنا على فيرويد، وبعدين في ماجيك ميرور، بعدين اي في كام، وبعدين برنامج اللي هو فيتيوب اديتور اللي بغير بالخلفيه من ورا، واخر حاجه واهم تطبيق هو
اللي بسجل بيه. ازاي بقى اني اجمع كل دول سوا واسجل بيه؟ في ناس بتستخدم برامج تسجيل كتيرة جدا، وفي برامج يعني مثلا ممكن تستخدم فري كام للتسجيل. في ناس بتحب ان هي تستخدم اللي هو OBS، لا بأس بها عشان بتطلع بيه ستريم وكده. انا بستخدم ابسط طريقة تسجيل ممكن تشوفوها، اقلها في المساحة، اقلها في الاستهلاك على الجهاز، اللي هو الباوربوينت. فاكرين الباوربوينت اللي كنا بنعمل عليه عروض تقديمية كده زمان واحنا في المدرسة؟ هو ده في خاصية تسجيل، في خاصية ريكورد كمان. فانا بستخدمها لان الجودة بتاعتها انا مدركة مش قوية قد كده، ولكن هي كويسه بالنسبه لي كبدايه على قد البي سي. ما هو كل واحد بيشوف احتياج البي سي عنده قد ايه وبيعمل زيه. انا اكيد مش هجيب برنامج يستهلك جهازي والتسجيل بتاعي يبقى تقيل ومساحته كبيره وعشان اطلع بجوده كويسه، لا، ما انا كده بدمر جهازي. فشوف برنامج التسجيل المناسب عليه. بحدد السكرين او الشكل بتاع التسجيل، بحدد المربع ده، بقول له المربع ده هو اللي انت هتسجل فيه. فبحط ميكو تشام بظبطها في النص، لان انا بامكاني ان انا احركها، ميكو تشام بتتحرك، بامكاني ان انا اظبطها في النص وبظبط الخلفيه وراها، ويبقى ده الشكل النهائي. يبقى انتوا لو شفتوا الشكل الحقيقي للتسجيل هتلاقوا ان انا فاتحه برامج كتيره ورا بعضها، بس انا محدده بس التسجيل يجيب جوه المربع ده مش اكتر. فبالتالي في عمليات كتيرة بتحصل من ورا الكواليس عشان نطلع بأبسط فيديو موجود قدامكم. وانت مهمتك كفيديو ما تحسسش اي حاجة او اي حد حاجة زي دي. المفروض تعمل حاجة بروفيشنال محدش يعرف انت وصلت ليها ازاي. كام برنامج لحد الان شغالين بيه؟ 5 برامج شغالين في نفس الوقت عشان نعمل الحاجة اللي قدامنا دي. طيب احنا اتكلمنا على كل الفيديوهات اللي بتعمل الحاجات دي، متبقى لنا فيديو واحد بس، وهو او فيديوهين. الفيديو الاولاني اللي هو استخدام برنامج فيتيوب اديتور عشان خاطر ان انا اعمل باك جراوند انا اللي عايزه، يعني بتاعتي انا اللي حاطط فيها الاكسسوارز بنفسي. والفيديو التاني استخدام برنامج الباوربوينت للتسجيل، واحمل انهي نوع من الباوربوينت. ما هو مش كل الباوربوينت بيتحمل فيها، في نسخه معينه بتيجي فيها بتبقى متسطبه فيها، فازاي ان استخدمها، ازاي ان اظبط فيها. كمان حوار الميكروفون برضو ممكن يبقى مشكله، ممكن نبقى نتكلم عليه بعد كده، عشان انت لو عندك بي سي فبالتالي مفيش ميكروفون فلازم تجيب ميكروفون خارجي. حلينا مشكله الكاميرا، يبقى لازم نحل مشكله الميكروفون. طبعا ميكو تشين وراها ميكروفون وراها، يا ريت لو تستخدمه. اتمنى كده يعني يكون الموضوع مفيد بالنسبه لكم لو بشكل او باخر لشويه المعلومات دي. انا حبيت بس ان ادردش معاكم لحد ما احنا نبقى نسجل فيديو بكل حاجه بالخصوص. اتمنى لكم التوفيق، مع السلامه.